والنهارده يا شباب هنبني اقوى واحسن موب تراب في ماينكرافت كلها. بس قبل ما نبتدي الفيديو دوسوا لايك واعملوا سبسكرايب عشان نوصل ل 100 مشترك. خلاص كلها حاجات بسيطة، كلها 40 مشترك ونوصل واحقق اول هدف ليا. وبجد هبقى مبسوط جدا اول ما تدوسوا السبسكرايب. الموب تراب انا بصراحة فضلت ورا الكواليس العب واكسر شوية وانتقلت للمرحلة اللي بعديها. هنعمل بقى الموب تراب. طبعا انا عملته في حتة بعيدة جدا عشان الموب تراب يشتغل. هنبعد من حوالي 24 ل 36 بلوكة بالكتير قوي، يعني مش كتير. وهنا الموب تراب اللي هيتعمل. طبعا انا جمعت بقى ورا الكواليس كل الخشب ده، ودي الحاجات اللي هنحتاجها. ايه ده؟ التشيستات راحت فين؟ ماشي، التشيست ده. هنحتاج تشيستات وهوبر وكمية الخشب ده او اي بلوك انت حابه، بس احنا طبعا عشان لسه في البداية فهنستخدم الخشب. طيب، اول حاجة هناخد الهوبر وهناخد التشيستات والكابلستون وده. اول حاجة هنحط الاربع تشيستات بالشكل ده، وهنحط الهوبر هنا، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، بحيث ان الهوبرات دي تنزل الحاجة في كل تشيست. طيب هتقولوا لي هنعمل ايه بعد كده؟ اول حاجة بس هناخد نطلع الحاجة دي كلها فوق، وناخد مثلا هناخد كل الخشب ده، لان احنا لو طلعنا مش هنعرف ننزل تاني. طيب يا شباب، اول حاجة هنحط الاربع سلابات دي بحيث ان الموبات تقع عليها، وبعد كده هنبني بقى من هنا. هنحوط الموب تراب ده كده، ثانية واحدة. طيب يا شباب، هنحوط الموب تراب كده بقى اهوت، وهنطلع حوالي 16 بلوكة. تمام كده عشان الموبات ما تقعش وتموت على طول، واحنا هنبقى محتاجين اكس بي، فخليكم بقى مع البنا. طيب يا شباب، كده احنا علينا حوالي 16 17 18 بلوكة بالكتير قوي يعني. ومن البلوكة دي هنرجع 7 بلوكات. كده وصلنا 7 بلوكات. هنطلع هنا هنبني زي سور كده، واهم حاجة تشيلوا الزيادات وانتوا شغالين دايما. هنا كده بارتفاع بلوكتين مثلا. تمام. طيب يا شباب، كده عملنا اول مكان. هل المية هتمشي ولا مش هتمشي؟ لو احنا زي الفل قوي كده يبقى احنا صح. طيب هنعمل نفس الشكل ده 4 مرات تانيين، التاني والتالت والرابع، وخلصنا يا شباب. دلوقتي هنقفل كل ده كله بحيث ان احنا يكونوا مترابطين مع بعض والموبات تترسبن. اول مكان والتاني والتالت والرابع، وخلصنا يا شباب جزء كبير من الموب تراب. هنعمل ميه لا نهائيه الاول بقى كده. نعمل الحركه دي لا معلش هنكبرها سنه. طبعا يعني يا ريت وانتوا طالعين ما تنسوش ان انتوا تجيبوا اكس عشان انا بجد مقروف. هنحط ميه هنا وميه هنا، ودي هتبقى الميه اللانهائيه بتاعتنا. دي واقفه غلط. طيب هنحط واحده هنا وواحده هنا، وهنكرر هنكرر الخطوه دي في كل مكان عشان الموبات لما ايه ده؟ يا لهوي. ماشي. طبعا وانتوا شغالين اقفلوا المكان ده عشان ما تقعوش وانتوا شغالين وتموتوا. طيب يا شباب، الخطوه اللي بعديها ان انتوا تحطوا التراب دور كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعشان بس ثانيه واحده تتاكدوا ان هي بتتفتح كده هوت، مش العكس. دي اهم خطوه عشان اي موب يمشي على يمشي ويفتكرها بلوك عاديه ويقع.
طبعا احنا هنكرر الحتة دي في كل ناحية. طيب يا شباب، كده نكون خلصنا كل تراب دور. كل اللي هنعمله ان احنا هنطلع بلوكتين بالظبط، وبعد كده هنقفل بالسقف عشان الموبات تترسبل، وما تكتروش عن كده. لو زودتوا تبقى 3 بلوكات هتلاقوا فيه اندرمان اترسبل جوه، ومش هيبقى ليه لازمه لان هو طبعا مش هيقع في الميه، لان هو الاندرمان بيخاف من الميه. بس كده هنقفل الحيطه دي كلها بارتفاع بلوكتين، وبعد كده نعمل السقف ونكون خلصنا الموب تراب. طيب يا شباب، ونكون كده خلصنا السور وكله زي الفل. كل اللي هنعمله ان احنا هنقفل دلوقتي السقف بالسلابات عشان مفيش اي موب يتراس من فوق، وده هيبقى احسن حاجة. اشوفكم واحنا لما نخلص السقف. طيب يا شباب، نكون خلصنا خلاص الموب تراب. كل اللي عايزينه بقى ان احنا نختبره ونشوف هيشتغل ولا لا. فهننزل بقى ونشوف، نكسر شوية يعني في الوان بلوك لحد ما نجرب. تعالوا نجرب نعمل MLG كده. انا ما بعرفش اعملها الصراحة، فادينا يعني هنجرب معاكم. يلا بينا. استنوا بس نشوف فين المكان. ننزل فين؟ هننزل هنا. طيب جاهزين يا شباب؟ لقطة الموسم دي، لقطة الموسم. طيب زي الفل، متنا يا شباب. الحقيقة يا شباب الموب تراب اشتغل، انا ملحقتش، شغال جامد جدا. طيب احنا هنروح شوية ونرجع بقى، يكون هو نشوف اشتغل ولا يعني هينزل حاجات كتيرة ولا لا. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين برضو ورا الكواليس القمح كبر، شفتوا بقى عامل ازاي. برضو انا هلعب ورا الكواليس وهنقل بقى البقر، هعمل له مزرعة في الناحية، مثلا هتفرع من الناحية دي هروح الناحية التانية واعمل مزرعة بقر كده حلوة، وهنا هكسر كل دي واعمل مزرعة هناك برضو. يبقى هنا في مزرعة بقر وجنبها مزرعة اللي احنا بنزرع فيها بقى. طبعا ده بويم، احنا دخلنا في بويم لا استنى عشان الرمل ده مهم جدا، لان الموب تراب كان محتاجين له اسمه ايه، ازاز، عشان الكريبر لو فرقع واحنا شغالين الموب تراب ما يتكسرش كله، فده كان مشكلة بالنسبة لي. طيب يا شباب عملتها. البلوكات دي حلوة قوي، شكلها هتدي يعني لو حبيت اعمل ديكور او حاجة تدي شكل حلو بصراحة. واخيرا الرمل، وده هيفيدنا كتير. الرمل منه لو حبينا بعد كده طلع لنا قصب سكر هيفيدنا، ومنه برضو لو هنعمل الازاز. ف سلحفة حلو، السلحفة دي خليكي هنا بقى، ما تروحيش في حتة، استني. خش جوه يا ولية، خشي هتقعي، انتحري، ماليش دعوة. تعالوا يا شباب بقى، احنا النهارده مش هنكسر، احنا كل اللي عملناه ان احنا عملنا موب تراب، فنشوف ايه الدنيا فيه، هل شغال ولا لا. وزي ما انتوا شايفين الموب تراب شغال، وفي موبات كتيرة. ممكن كنا بس يعني هو كان محتاج نعلى بلوكتين زيادة عشان يموتوا من ضربة واحدة. بس زي ما انتوا شايفين الموبات مش بتخلص حرفيا، واقل من ثانية. بصوا، مش شكرا يا كابتن، اقل من ثانية جمعنا قد ايه XP، فبجد مفيد جدا. وكمان الحاجة بتنزل، شايفين الجن باودر من الكريبر، يعني الدنيا جامدة جدا بصراحة. هنستفيد من الاسهم والخيوط. وبس كده، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدوس لايك وتعملوا سبسكرايب وتعملوا كومنت تقولوا لي ايه رأيكم في الموب تراب. وبس كده، مع السلامة.